ان شاء الله النهارده هعمل لكم الليمون المخلل الاخضر مش المعصفر. انا عامله لكم قبل كده المعصفر، وافتحوا القناه بتاعتي على الفيديوهات هتلاقيني عامله لكم المعصفر، لكن الاخضر ده انا اول مره اعمله بصراحه. بس انا بعرف اعمله، بس ايه الفكره ان انا ايه ما منداش تقلي عليه قوي زي المعصفر. البنات عندي بتحب المعصفر، فانا قلت المره دي اعمله بقى وكده، فعملته اهو. بسم الله ما شاء الله. بس قبل ما اقول لكم الطريقه، حطوا لي لايك وشير وفعلوا الجرس. حطوا لايك يا جماعه، خلي القناه تقوم. حطوا لايك لايك لايك، ويلا بينا على الطريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نحن الكلام الى ذكر الله والرسول عليه الصلاه والسلام. ان شاء الله النهارده انا هعمل لكم ليمون مخلل اخضر، اللي هو المسلوق بس من غير عصفر، من غير العصفر. عصفر حبه البركه بس. انا كنت جايبه 5 كيلو ليمون، على اساس ايه ان انا هعمل منهم كمان الزيتون اللي انا في زيتون. انا العزيزي نقعه بقاله من اول امبارح، بقاله يومين نقعته كمان النهارده عشان ينزل المراره بتاعته، وده هيتسلق ويقعد برده يومين، ممكن يتعمل بكره مع الزيتون. بس لازم يقعد في الميه. انا هسلقه السليق، ما تسلقوش سليق جامد، لا ده انت هتسلقيه عامل ازاي؟ اللهم صل على النبي. اول ما تلاقيه يعني غلي غلوه واحده كده، تروحي ايه شايلاه على طول، وتروحي حاطاه في ميه لمده 3 ايام علشان المراره اللي فيه تنزل. انا بحط كبير على صغير مش مشكله. انا دول كنت جايباهم 5 كيلو، لا 6 كيلو جوه، انا حطاه في الثلاجه. ده بستعمله انا بقى، لكن دول خدت منهم. هعمل منهم الليمون اللي من غير العصفر، اللي هو الليمون الاخضر، وهحط معاه فلفل. انا بس الاول ايه، اول خطوه لازم نسلقه. انا حاطه ميه على النار. دول 2 كيلو، 2 كيلو عشان البطرمان دي وزن معين. انا دول هسلقهم في ميه سخنه، واول ما تغلي تروح طافيه عليها. لو عايزاه تاكلي منه بعد يومين تسيبيه يغلي شويه على النار بتاعت الغلوتين 3، لكن انا بس هعمله غلوه واحده. علشان ايه؟ انا مش عايزه اعمله دلوقتي، يعني عايزه كمان مثلا شهر او حاجه. ليه بقى؟ عشان يكون الزيتون التفاح اتعمل ويتاكلوا مع بعضين. كفايه كده. دول يطلعوا 2 كيلو صح؟ واحدتين كمان. انا بنقي الليمونه اللي هي السليمه، اللي ما فيهاش اي حاجه، علشان ما يبصش معايا. والباقي هيعصره علشان اعمل بيه الزيتون. الزيتون لازم يتحط له ليمون. كفايه كده. كل ما اقول كفايه انا هعمل تاني. يعني كفايه كده. دول ناخد منهم ونشوف الباقي. هقوم اغسله واحطه في الميه يغلي. ماشي. الميه هي على النار، هغسله واحطه. هنحط الليمون بقى بتاعنا، هي غلوه واحده.
وبعد ما يستغلي غلوه هروح مطلعاه وحطاه في ميه يتنقع 3 ايام علشان المراره اللي فيه تروح. هسيبه بقى اما ياخد غلوه وبعد كده ننتشه من الميه دي لو يعني مش عارفه هي ليها فايده، بتتحط في المواعين مع المسحوق بتاع غسيل المواعين، بتخليه زي الفل. ممكن تغسلي بيه الترابيزات، البوتاجاز، تلمعي بيه الميه بتاعته، لان ميه الليمون دي حلوه قوي. بس هنشوف انا هعمل فيها ايه دلوقتي. هسيبه بقى تغلي شويه وبعدين ايه نيجي. انا اهو الليمون اهو شقق كمان اهو، شايفين وطري. هسيبه بس سيكه كمان وشوف لونه اتغير ازاي. هسيبه بس سيكه كمان علشان ايه ياخد غلوته اللي هي يعني غلوه حلوه كده. وفي نفس الوقت انا محضره ميه اهي علشان اول ما يغلي اروح مطلعها فيه وهحطها فيه 3 ايام عشان المراره اللي فيه تنزل. وبعد كده هنخلله. زي انا نقع الزيتون العزيزي بقالي يومين في ميه وملح وبغيرها له الصبح وبالليل بحيث ان ايه برضو لو في مراره او حاجه تنزل. فالاتنين دول ممكن ايه اعملهم مع بعض. دي كمان شويه. اهو كده كفايه قوي. هطلعه بقى في الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. هيتنقع 3 ايام عشان المراره فيه تروح. الميه دي اغسلوا بيها المواعين، لمعوا بيها خشب، لمعوا بيها اي حاجه، ازاز. الميه طلعت كتير. بصوا تريو. انا مش عايزاه طري قوي عشان ما يبص، عايزاه الواحده بوحدتها كده. اهو انا بقى هشيله. بصوا الميه سخنت ازاي. هشيله هغير ميه تانية عليه عشان تبقى ساقعه وبعد كده هشيله. بعد 3 ايام هنشوف هيحصل ايه. الواحد طول النهار بيغسل في مواعين. انا حطيت الليمون، ميه الليمون على ايه، على الصابون بتاع المواعين. انا هحطهم بصراحه في ازازه واشيلهم لان ايه بتاعت المواعين مليانه، يعني الصابون كتير في الازازه فمش هيلحق ان هو ايه. بس بتلغي حلو الصابونه على
القرفة مع عندنا بيقفلوا المواتير ساعة الصلاة علشان يريحوا الموتور شوية، عشان كده المية ضعيفة. يعني الصلاة انت قدام الصلاة البواب بيجي بقى يروح قافل الموتور أول ما تيجي. نكمل لما يجي بقى. الليمون بقاله 4 أيام اهو في الميه، بصوا سليم زي الفل ازاي. هنبتدي بقى نملحه. انا بعد ما سلقته ما سلقتوش قوي، عشان كده تلاقوه حتى ماسك نفسه مش مشقق. لو سلقتيه قوي هيشقق، وعبال ما تيجي تاكليه هيكون اتهرى هيبقى وحش. هو كده حلو قوي. دي زيتونه مطرح ما كنت بعمل الزيتون. المهم احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنملح بقى الليمون. اول حاجه انا هجيب البطرمان اهو، غسلاه مخليه زي الفل، وادي الفلفل بتاعي احط منه تحت اهو. وهحط ايه الليمون بقى بتاعي. يعني ما تدسيش قوي علشان ما يتطبقش. ما تعمليش قوي عشان ما يتطبقش. نسيت امبارح اشحن التليفون، علشان كده راح عامله العلامه دي. كل ما تحطي رق كده تروحي حاطه رق فلفل اهو. الليمون ده تاكلي منه بعد مثلا 20 يوم كده. انا بعمله والله العظيم وانا تعبانه، لان انا امبارح واخده الجلسه، بس الحاجه هتبوظ. عشان كده عملت امبارح الزيتون وتعبت جدا، والنهارده عملت لكم الليمون اهو. بس لازم اعمله، لان لو ما عملتوش هيبوظ، فلازم اعمله. الحاجه دلوقتي بقت غاليه، مش في حمل احنا ايه حاجه تبوظ مننا او حاجه تتعمل مننا. انا هعمل لكم بطريقه حلوه قوي. بصي تتكي، بس ما تتكيش قوي علشان الليمون ما يفرقعش. هو حلاوته بتبقى الليمونه بليموناتها كده. عايزين ننزله من هنا. واحده فتحت، بس دي كانت مفتوحه من الاول، مش مشكله. هنا الناحية دي حتة فاضية خالص. وهنحط شوية الفلفل دول.
الفلفل بيديله طعم. انا عايزه احط الفلفلتين دول علشان صغننين حلوين كده. احنا حطينا ايه الحاجه بتاعتنا. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب هنحط فلفل احمر. هو لسه ما فتش. نحط شوية فلفل كده عشان يديله لون. وهنجيب المية اهي اللي احنا هنملح بيها. انا عاملة نص كوباية ليمونة اهي كمان هحطها عليه. انا مش هحطها في الميه، انا هحطها في البطرمان عشان استفيد منها، عشان لما املح بتاع الميه والاقيها زياده وتترمي مش مشكله، ما يترميش عليها. هنحط واحده كاري وطبعا معلقه السكر اهي عشان دي الماده الحافظه. وهحط شويه زيت عليه، بس هحط من فوق من هنا عشان تبقى الواحده تطلع لمعه كده وحلوه وناعمه. وهجيب الملح بتاعنا ده لتر ميه. لتر ميه هحط له 4 معالق ملح. لتر الميه هحط له 4 معالق ملح. المهم الحاجات اللي هي المخللات دي يا جماعه اهم حاجه فيها الملح. الملح اهم حاجه فيها. ليه؟ لان لو الملح مظبوط الحاجه هتبقى مظبوطه. نقلب بقى كده. شوف ملح كمان عشان الملح ده ما بيملحش قوي. يبقى حطينا هنا ايه الفلفل الاحمر مطحون، وحطيت كوبايه الا ربع ليمون، وحطيت شويه زيت علشان يخلوا الليمونه تلمع. وفي الميه هنا لتر ميه، واخدين بالكم؟ لتر ميه عليه 4 معالق كبار ملح، او كيس ملح من الصغير اللي هو البونو ده.
واحط معلقه كاري ومعلقه سكر كبيره بس كده. بصوا عشان نختبر بقى الميه بتاعتنا. بصوا البيضه طالعه فوق ازاي، عشان يبقى الملح بتاعه كده مظبوط. هنحط حبه كمان معلش. انا بحب بصراحه استعمل البيضه وانا بعمل الملح عشان اعرف ان هو ايه مظبوط. بصوا ايه، تيجي تنزليها تطلع تاني. هنحط بقى ايه البتاع بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قاعده والله بالصاله وبعمله لان انا مش قادره. انا قلت اعمله عشان ما يبص حرام، الحاجه بفلوس غاليه. وانا تعبانه بقول لكم، عامله الجلسه امبارح تعبانه من امبارح والله العظيم. لما باخد جلسه الكيماوي دي بتتعبني قوي، بس الحمد لله. دول حوالي 2 كيلو ليمون، حطيت عليهم لتر الميه دي. الشفشق ده معيار، يعني ده شفشق معيار. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط بس ايه، اجيب ما ترميش الميه قوي علشان البتاع ده بيفور، المخللات كلها بتفور. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه كده عشان ايه الشطه، لان انا ما حطيتش ايه ليمون. بس انا ايه لقيت الشطه يعني طلعت كده، هحط الليمون اللي هو الليمون اهو. عشان يمنع العفن واي حاجه تحصل. بس كده. اغسل ايدي واجيلكوا بقى. كده عملت لكم الليمون اهو كمان،
طريقة سهلة وبسيطة. انا سلقت الليمون دول 2 كيلو ليمون. سلقت الليمون لمدة 4 ايام. بقيت اغير المية كل شوية من عليه، او زي ما البسبوس نازلة بتاع الحنفية عليه، بحيث ان ايه ينزل المية المرار بتاعهم على المرارة، وعلشان كمان مبيبقاش مر بعد كده. لما تيجي تاكليه تاكلي ليمونة حلوة ومش فيها حاجة. وحطيت عليه طبعا فلفل حامي من اللي هو الاخضر ده، وصففته في البطرمان، وجبت بتاع مثلا معلقه كبيره او معلقتين كبار فلفل احمر حامي، ورحت ضرباه في الخلاط ورحت حطاه عليه. وجبنا بقى المحلول بتاعنا وحبه زيت، حطيت عليه حبه زيت عشان الليمونه تطلع كده بتلمع، غير بتلمع بتبقى ايه ناعمه، بتلمع وناعمه. جبنا المحلول حطينا كوبايه الا ربع خل، وحطيت اللهم صل على النبي معلقه كاري، وحطيت اللتر الميه. ده لتر ميه، خدت لتر ميه ل2 كيلو. حطيت عليهم 4 معالق ملح، بس انا يعني حطيت كيس ملح صغير، يعتبر حطيت كيس ملح صغير. وحطيت كمان اللهم صل على النبي ايه تاني، ومعلقه سكر كبيره. وحطيت كوبايه الا ربع ليمون، وقلبتهم كلهم في بعض. بس انا الليمون رحت حطاه على الليمون على طول هنا. ليه الليمون المعصور؟ علشان استفيد بيه بدل ما احطه في الميه واجي اعمل ميه كتير او قليل وبعدين الاقيها ضاعت ارميها خساره. فرحت حاطه الليمون مع الليمون اللي هو اللي هيتعصر، اللي هيتخلل. وقلبنا الملح والمكونات اللي انا قلت لكم عليها دي. المكونات دي طبعا اللهم صل على النبي، تعرفي ازاي ان انت الملح بتاعك كويس مظبوط؟ هاتي بيضه، بدل انت مش عارفه، هاتي بيضه وحطيها في الميه، اللي لقيتيها قبت لفوق يبقى الميه الحدو بتاعها حلو كده. اما المخللات كلها يا جماعه الملح بتاعها لما بيكون مظبوط بتطلع مظبوطه وزي الفل، بتطلع مش الملح بتاعها قليل بيتهري، كتير بيبقى مالح. فعشان تظبطيه لازم تعمليه كده. وكده يبقى عملت لكم كمان الليمون اهو المخلل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.